السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله عن لوحات التحكم. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزلية وعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. موجود كمان حضراتكم تصنيع جميع دفايات الغاز، الاشعال الذاتي الاوتوماتيك الموفرة في الغاز التحديث الجديد. معانا حضراتكم تشكيلة من لوحات التحكم. معانا لوحة راكب عليها ترموستات فوكس كوري 4 مرحلة لتشغيل دفايه وشفاط واحد وشفاط اتنين وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. التايمر حضراتكم شغال على شفاط رقم واحد، يعني شفاط رقم واحد بياخد امرين: امر من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره، والامر الثاني من التايمر للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. موجود كمان حضراتكم تايمر لتشغيل الفانات، وموجود لمبه لقياس الفولت. موجود حضراتكم مفتاح الطوارئ. مفتاح الطوارئ ده حضراتكم بنضغط عليه في حاله لا قدر الله في قفله او في اي ماس، بنضغط على المفتاح بيفصل الكهرباء تماما عن دايره الباور. موجود كمان حضراتكم لوحه التحكم عليها ترموستات فوكس كوري 4 مرحله لتشغيل دفايه وشفاط واحد وشفاط اتنين وخلايا تبريد، وتايمر شغال على شفاط رقم واحد للتهويه وسحب الامونيا من داخل المكان. وموجود حضراتكم لمبه لقياس الفولت. موجود كمان لوحه عليها ترموستات فوكس كوري 4 مرحله لتشغيل دفايه وشفاط وخلايا تبريد وانذار لارتفاع درجات الحراره، وتايمر شغال على شفاط رقم واحد للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. حابب اوضح حاجه لحضراتكم بخصوص تصنيع لوحات التحكم. حضراتكم بيتم حسب الاحمال او حسب رغبه العميل، حابب يضيف ايه في لوحه التحكم او يشيل ايه من لوحه التحكم. يعني معنى كده حضراتكم مفيش لوحه ثابته تنفع لجميع المكان. يعني حضرتك لما بتسالني على لوحه التحكم فبسال حضرتك عايز تصنع ايه في اللوحه، يعني هتشغل ايه على اللوحه، حابب تضيف ايه في اللوحه او هتشيل ايه في اللوحه عشان اصنع لحضرتك اللوحه المظبوطه اللي تناسب المكان عند حضرتك، لان طبعا دي كهرباء والكهرباء ما فيهاش هزار تماما، فربنا يسترها علينا جميعا. يعني معنى كده حضراتكم ان سعر اللوحه بيختلف من لوحه للتانيه. لو جينا هنا شفنا حضراتكم لوحه التحكم عليها ترموستات فوكس، وهنا برده ترموستات فوكس، وهنا ترموستات برده فوكس، الثلاث ترموستات كوري، لكن السعر بيختلف من لوحه للتانيه للثالثه، لان هنا طبعا الترموستات فوكس كوري 4 مرحله لتشغيل الدفايه شفاط واحد شفاط اثنين وخلايا تبريد وتايمر، وهنا المفتاح، وهنا كمان تايمر تاني اضافي للفانات. يعني حضراتكم اللوحه دي تكلفتها اكتر من اللوحه دي، لان اللوحه دي طبعا فيها 5 كوندكتور لكل مرحله، كوندكتور والكوندكتور الخاص بالفانات. هنا حضراتكم اللوحه برضو تشغيل دفايه شفاط واحد شفاط اتنين خلايا تبريد وتايمر واحد مش اتنين. هنا حضراتكم اللوحه 4 كوندكتور، فطبعا سعر اللوحه دي تكلفتها اقل من اللوحه دي. هنا كمان حضراتكم بالنسبه للوحه برضو عليها ترموستات فوكس كوري 4 مرحله لتشغيل دفايه شفاط خلايا تبريد وانذار. طبعا حضراتكم الانذار مش بيركب له كوندكتور، يعني اللوحه دي فيها 3 كوندكتور، هنا حضراتكم 4 كوندكتور، فبالتالي برضو سعر اللوحه دي ارخص من اللوحه دي. فعشان كده لما حضرتك بتسالني عن لوحه التحكم فببدا اسال حضرتك هتشغل ايه على لوحه التحكم عشان اقدر احسبها لحضرتك. كمان لو شفنا حضراتكم اللوحه من الداخل بالنسبه للتقفيل، التقفيل بيكون بشكل منظم جدا عشان قدر الله ما يحصلش اي ماس او يحصل اي قفله. السلوك حضراتكم اللي احنا شغالين بيها السويدي الاصلي، بالنسبه ان كان سلك نص ملي او ملي او سلك 3 ملي او سلك 6 ملي لحد 32 ملي كله سويدي الاصلي. هنا طبعا الروزيتات بالنسبه لطريقه التوصيل بتكون سهله جدا زي ما واضح قدام حضراتكم: توصيل الدفايه، توصيل الشفاط، توصيل الشفاط 2 خلايا التبريد والتايمر. وهنا طبعا مفتاح قاطع شغال لفصل الكهرباء عن اللوحه. طبعا حضرتك ينفع نضيف قاطع تاني بس يكون ثنائي، لان طبعا هنا القاطع شغال على الكهرباء، لان لا قدر الله لو حصل ماس او حصل قفله طبعا الامبير بيرتفع في الارض والكهرباء، فالمفتاح لما بينزل على الكهرباء بس، فعشان كده ما ركبناش مفتاح على الارض. لو حابب حضرتك نركب مفتاح ان هو يفصل عند الكهرباء والارض يبقى هنركب مفتاح اللي هو ثنائي. طيب لو عميل حابب يضيف لكل مرحله اوفرلود عشان الشفاطات مثلا 140 مفيش اي مشكله نضيف لحضرتك اوفرلود، بالتالي السعر هيختلف. طيب لو عميل حابب يضيف قاطع لكل مرحله بالنسبه للكوندكتورات مفيش اي مشكله نضيف اللي حضرتك عايزه كله بسعر للتكلفه. طيب لو عميل تاني حضراتكم حابب يضيف تايمر ثالث لتشغيل خلايا التبريد عشان خلايا التبريد ما تفضلش شغاله على طول مفيش اي مشكله، نصنع لحضرتك اي حاجه وكل حاجه بتكلفتها. وزي ما وضحت لحضراتكم اللوحات بتختلف ما بين لوحه للتانيه. حابب انوع عن حاجه كمان بالنسبه لحضراتكم، نحدد عدد مراحل اللوحه بنحددها من الترموستات. يعني هنا حضراتكم عليها ترموستات كوري 4 مرحله، وهنا برضو ترموستات كوري 4 مرحله، وهنا ترموستات كوري 4 مرحله، يعني الثلاث لوح دول 4 مرحله. ما ينفعش حضرتك نحدد عدد المراحل من المفاتيح او التايمر والترموستات او عدد الكوندكتورات، لا هي بتتحدد فقط من الترموستات اللي هي عدد تشغيل وعدد الفصل. لان طبعا بلاقي عملاء بتتواصل معايا بيقول لي انا عندي لوحه 4 مرحله بس مش بعرف اظبطها زي اللوحه اللي موجوده عندك، فبالتالي بساله وبقول له لا ده سهل جدا حضرتك تتظبط، صور لي بس فيديو او صوره. فبكتشف بعد كده ان الترموستات اللي موجوده عنده هي فقط 1 مرحله. فبقول له حضرتك عرفت منين ان هي 4 مرحله؟ قال لي عشان هي راكب فيها 4 مفاتيح. لا حضراتكم المفاتيح دي ملهاش علاقه
عدد مراحل اللوحه، يعني اللوحه دي فيها 6 مفاتيح، المفروض ان هي تكون 6 مرحله، لا طبعا ده غلط، هي 4 مرحله. زي ما وضحت لحضراتكم المراحل بتتحدد من الترموستات فقط. ودايما بنصح حضراتكم بالترموستات الكوري ال4 مرحله عن ممتاز الفوكس، شغال حضراتكم ممتاز جدا. وزي ما وضحت لحضراتكم الحساس بتاعه ممتاز جدا، حساس استانلس بيكون دقيق جدا في قرايه درجات الحراره. كمان حضراتكم في ميزه بالنسبه للترموستات الفوكس الكوري ال4 مرحله، تقدر حضرتك تحدد تشغل كم مرحله، كانت تدفئه او تبريد. يعني هنا شغال مرحله تدفئه و3 تبريد، ينفع شغل 2 تدفئه و2 تبريد، ينفع شغلهم ال4 تبريد، ينفع شغل ال4 تدفئه، ينفع شغل 3 تدفئه و1 تبريد، زي ما انا عايز في البرمجه بتاعه الترموستات. الميزه دي حضراتكم مش موجوده في كل الترموستات، يعني الميزه دي موجوده في الفوكس، مش في كل الترموستات تقدر تحدد بالنسبه ان حضرتك تشغل تسخين او تبريد في البرمجه زي الترموستات الفوكس. وهنا برضه حضراتكم لو شفنا اللوحه راكب فيها فقط 3 كوندكتور، عشان زي ما وضحت لحضراتكم هنا لتشغيل دفايه شفاط 1 شفاط 2 خلايا التبريد، فاللوحه فيها 3 كوندكتور فقط، فبالتالي سعرها هيقل عن اللوحه الاولانيه. وهنا حضراتكم اللوحه فيها 3 كوندكتور عشان الانذار مش بيركب له كوندكتور، وبالتالي اللوحه دي سعرها اقل من اللوحه دي واللوحه دي، يعني حضراتكم السعر بيختلف ما بين لوحه للثانيه. وزي ما وضحت لحضراتكم حابب تضيف اي حاجه، حابب تضيف اوفرلود، حابب تضيف تايمر تاني، حابب تضيف حضرتك اي حاجه، نقدر كل ده حضراتكم في التصنيع. ومعانا حضراتكم بالنسبه للتصنيع يعني فاهمين جدا في التصنيع بالنسبه لحد التحكم، عشان زي ما وضحت لحضراتكم دي كهرباء، والكهرباء ما فيهاش هزار نهائي. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم لعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز، ويوجد تصنيع كمان لوحات التحكم للغرف المنزليه، ويوجد كمان جميع قطع الغيار بالنسبه ان كان التايمر، الترموستات، المفتاح السلكتور، لمبه الفولت، لمبه الاشاره، كل ده حضراتكم موجود. يوجد كمان تصنيع جميع الدفايات الغاز الاشعال ذاتي الاوتوماتيك الموفره التحديث الجديد. هصور لحضراتكم فيديو عنها الخاص باذن الله برضو عن طريقه تشغيلها بالنسبه للتحديث الجديد، ان الدفايه بتشتغل في حاله انقطاع الكهرباء مفيش اي مشكله. ده كده حضراتكم بالنسبه للوحات التحكم. يوجد كمان حضراتكم جميع مستلزمات عنابر الدواجن، كان الترمومتر العادي، الترمومتر الديجيتال، حراره ورطوبه، التايمر ومفتاح السرعات، خطوط النبل الكامله، المتر بيكون فيه 4 كب و4 نبل، جميع مقاسات الادراج الثابله باي كميه ان شاء الله، مجموعه الرطوبه المتكامله بسعر مناسب جدا، علافات السمان اللي بنستخدمها في فتره التحضير، جميع مقاسات الساقات والعلافات، الشركه الهندسيه تربيه ارضي او تربيه في البطاريات، والشبك الخاص بالبطاريات، خلايا التبريد ورق الوادي، جميع مقاسات الفانات، الغاطس، العلافات الخاصه بالبطاريات، كانت الصاج او البلاستيك، وش البطاريه. هنا طبعا التايمر الاثنين زمن، هصور لحضراتكم فيديو عنه ان شاء الله. وهنا كمان حضراتكم بالنسبه للارضيات المصري بديل للايطالي البيور اللي بنستخدمها تربيه في البطاريات. كده حضراتكم بالنسبه لجميع المستلزمات وبالنسبه لتصنيع جميع لوحات التحكم. عنوان المحل حضراتكم في عزبه الهجانه مدينه نصر القاهره، ويوجد شحن لجميع المحافظات، ومن على اللوكيشن من اي مكان هتبحث عن مؤسسه ابو مالك هتظهر لحضرتك على طول ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.